اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده هنعرف مع بعض ان انا لو شغال على برنامج جيربر وحبيت ابعت باترون لزميل ليا شغال على برنامج اخر زي جيميني، ازاي الباترون ده يوصله وهو بتدريجاته بكل حاجته بمنتهى البساطة والسهولة. يلا بينا نشوف مع بعض. طيب القصه دي كنا بنعملها ازاي؟ ان احنا كنا بنيجي في الاكيو مارك اكسبلورر بتاعي عادي جدا اهو، ونيجي مثلا سي على السي، ونيجي هنا نعمل نيو ستورج اريا بس فيرجن 8 اهو، كليك يمين نيو واقول له فيرجن 8 ستورج اريا واسميها مثلا جيميني اهو، واقول له اوكي. تمام كده. لو خدنا بالنا هنلاقي ان لونها بالازرق، بينما الاستورجات التانية لونها الاصفر، وده الفرق ما بين الاستورج اريا فيرجن 8 وفيرجن 9. طيب الباترون بتاعي موجود فين؟ وليكن في الداتا 90 اهو. تعالوا نختار اي بيسز مع بعض هنا. القطعة بتاعتي اهو، القطعة دي اعلم عليهم كده اهو، كنترول ادوس على كنترول في الكيبورد واضغط بكليك شمال على كل بيسز زي ما انا عايز. انا عايز ابعت له القطعة دي بما فيهم الكم الحتتين ده اللي موجود عندي على يفتح عنده على جيميني. طيب بعد ما اخترت دول علمت عليهم كلهم بالازرق، هروح لفايل واختار في اكسبورت في 9 موديل بيسز تو فيرجن 8 اهو. لما هدوس عليها كده هيدور لي، هو مش هيلاقي اي استورجات 8 غير اللي انا لسه عاملها باللون الازرق زي ما احنا شايفين. اقول له هي دي تمام، واقول له اوكي يس. خلاص هنا قال لي ايرور زيرو، ما عنديش اي اخطاء تماما. كلوز. ارجع افتح الاستورج اريا اللي اسمها جيميني بقى، الاقي البيسز بتاعتي موجوده، اعلم عليهم اهو، ادوس على كنترول واختار كل قطعه كده واحده واحده، واخش من فايل واقول له اكسبورت زد اي بي، صدر لي القطعه اللي قدامك دي بصيغه الزد اي بي اهو. تمام. هتسميها ايه؟ اسميها سي جيميني، اسميها زي ما انا عايز، ده باترون جاكيت زي ما انت عايز يعني. واقول له هتحطها فين؟ على الديسكتوب. طبعا تقدر تحطها في اي مكان، على الدي على الاي زي ما انت عايز. اقول له جيميني سيف اوكي. قال لي بروسيس كومبليت، تمت المعالجه كامله اهو. هقفل هنا، هروح الاقي في فايل زد اي بي اسمه جيميني. افتح الواتساب بتاعي هنا على البرنامج واختار الراجل اللي انا بتعامل معاه وابعت له الفايل ده، هو ياخده يفتح عنده على جيميني بمنتهى السهولة جدا بدون اي مشاكل تماما. بالتوفيق، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.